مساء الخير أو صباح الخير على كل الناس اللي بتسمعني. أنا باتريك وده بات توك. دي أول إبسود يا جماعة في البودكاست. أنا اخترت أتكلم عن الناس الإيجابية أو حتى البوزيتيفيتي نفسها اللي في حياتنا، عشان بجد إحنا في عصر السوشيال ميديا. معظم الناس بتكتب أو بتنشر صور، كلام، أخبار، وكلنا بنشوفها، بس ده عادي. اللي مش عادي بقى اننا بقينا نخش بنتفرج على بعض، بننقد بعض، بنبص لبعض في كل حاجة بنعملها، بنتأثر بكل فعلا حاجة حوالينا. ايه ده؟ الحق اسمها ايه؟ اتخطبت لواحد قمر، يا نهار دي خسارة فيه، ده مش عارف ايه، ده خسارة فيها. ايه ده؟ دي صاحبتنا بتنجانة سافرت بره مصر، جابت الفلوس منين؟ دي معفنة، دي مش عارف ايه. الحق الواد بتنجان صاحبنا جاب عربية جديدة، دي والعة معايا يا عم. الحق الواد مش عارف مين مصاحب واحدة، الحق ده جاب موبايل، الحق ده جابت عمرو دياب في فرحها، حاجات كتيرة. الحق ده يناير طول قوي يا جماعة. احنا مش ازاي يناير طويل قوي كده يا جماعة؟ ده فبراير ومارس واكتوبر وابريل وكل طوال ما بيخلصوش، ده شهر بسنة يا جماعة. ايه ده القبض فين؟ يعني كل ده وحاجات تانية طبعا كتير. طيب مع ده برضو كمان عندنا بقى يا نهار ابيض، دي روسيا بتضرب في اوكرانيا، يا لهوي ده الجنيه وقع، ده الذهب بيولع، ده البنزين هيبقى ب200 جنيه، ده كل ما يحصل حاجة يوم الخميس بيروح هوبا، يروح واخدنا كده ومدينا على دماغنا ويزود البنزين. تمام، لو انت مقتنع بكل ده اوكي. حاجات تانية طبعا كتيرة في الموضوع. طبعا الأخبار دي كلها بتأثر علينا وعلى نفسيتنا جدا. طيب هقول لك إن الأخبار دي مش هنعرف نغير فيها أي حاجة، بس نظرتنا لبعض والتفاصيل ممكن تكون أحسن كتير. أكيد هنزود على كل ده كمان المشاكل اللي عندنا أصلا. صح. طيب فأكيد في وسط ده كله بنحتاج نفصل كده من كل حاجة، نجدد طاقتنا، نريح نفسيتنا شوية بعيد عن الصداع. طيب هتقولي طب ما أنا هسافر، هصيف، هخرج، هخش سينما، هروح أفضل أرزع في أكل وحلويات وبتاع. تمام، ده حقيقي، ما عنديش مشكلة فيه خالص. هقول لك كمان عندك أنشطة كمان أصلا كتير ممكن أصلا حتى تعملها، بغير إن أنت على طول قاعد مثلا على السوشيال ميديا وبتراقب ده وبتبص على ده. يعني لو أنت عندك النظرة الانتقادية دي وهتبوظ الدنيا، يعني إلهي أنت نفسك في حاجة تانية مختلفة. تمام، ده حاجة حلوة جدا. طيب ماشي، تيجي تقول لي بقى انت عمال يا عم ترغي، وعمال بقى من ساعة ما ابتدينا احنا بنتكلم دلوقتي ايه في مشاكل، واللي خلاني اجي اسمع البودكاست ده مش كده، وكاتب بوزيتيف بيبل وبتاع ومش عارف ايه. طيب يا عم حقك عليا، عندك حق طبعا. طيب خلينا نتكلم عن الحتة الجميلة الحلوة اللي احنا جايين اصلا نتكلم عليها النهاردة. ايه هي الحتة الحلوة؟ الناس الإيجابية يا جماعة، اللي بطريقة كده معينة بيغيروا نفسيتنا الأيام الأسابيع، بيخلوا الفرحة والأمل كده دايما على وشك ودايما في حياتك. يعني نقولهم كده في كام كلمة. إيه هو الشخص الإيجابي؟ الشخص الإيجابي ده اللي هو وجوده بيفرق في حياتنا، مش عشان هم طبعا ما بيغلطوش أو حياتهم كاملة، لا طبعا بالعكس، ده ممكن يكونوا أكتر ناس عندها صعوبات، وأكتر ناس عندها حاجات تقيلة، أو حتى حاجات زينا، صعوبات عادية في حياتهم زينا، وبرضه بيسمعوا نفس الكلام وبرضه بيتعرضوا لنفس الحاجة. لكن الفرق إنهم بيختاروا يشوفوا النور بدل الضلمة، ويشجعوا اللي حواليهم في نفس الاتجاه. يعني انت وانت معاهم كده بتحس في طاقة مختلفة في الجو، بتحس ان انت بتتنفس اصلا احسن. مش ببالغ يا جماعة، انا بكلمكم بجد، بكلمكم عن تجربة حقيقية. دايما بيخليك تشوف الحل بدل ما تفضل باصص على المشكلة. دايما يفكرك ان مهما حصل في فرصة لبكرة انه يكون احسن، في فرصة مع حد تاني، في فرصة في حتة تانية ممكن تكون احسن. انا طبعا بخلي اول ابيسود بتتكلم عن الكلام ده، لانه يا جماعة باختصار انا نفسي بجد اكون الشخص الايجابي ده اللي حواليا، يعني لاهلي، لاصحابي، للناس حتى اللي معرفهمش. يعني وجود الشخص الإيجابي ده في حياتك حاجة حقيقي جميلة جدا. دايما بيشجعك، دايما بيقولك كلمة حلوة، ما بياخدش كلامك على إنه غلط أو وحش، بيوريك دايما الطريق اللي انت مش شايفه.
طبعا يا جماعه انا مش بتكلم عن الشخص الايجابي انه شرط يكون حد من اهلك، حد من اصحابك القريبين، ممكن حد اصلا فعلا ما تعرفوش. بس الفرق بين راي الحد التاني ده والشخص الايجابي انه ممكن يبقى عنده وجهه نظر مختلفه عن رايك، ده طبيعي طبعا. لكن الشخص بقى الايجابي شايف الجزء الحلو وبيشاور لك عليه، بيخليك تشوف النور وتفتح عينك على طرق جديده او مكان جديد تروحه او حته تانية تدور فيها. الشخص الإيجابي ده بيأثر بكلامه في الناس اللي حواليه، مش فارقة بقى مين قال إيه، مين انتقد إيه، هو بيسمعك، بيحترم رأيك، دايما بيدفعك إن أنت تجرب وتتحرك في الحتة اللي أنت عايز تعملها، مش اللي هو شايف إن أنت تعملها. حتى لو هو نفسه مش مقتنع أصلا بالفكرة، مش يعني بالنسبة له اللي أنت بتقول إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده مش فكرة واقعية، بس بيفضل يشجعك. تمام، أنت عايز تعمل كده، طب جرب كذا وكذا وكذا، ممكن تساعدك، ممكن اكلم لك حد اعرفه يساعدك، ممكن في خطوات معينة مثلا يقولها لك يساعدك بيها انت ما تكونش اصلا كنت عارفها. الاشخاص دول بجد يا جماعة يعني بجد قيمتهم كبيرة جدا ووجودهم بيغير حياتنا. انا حقيقي نفسي اكون من الاشخاص دي. ممكن تكون فكرة من الافكار اللي كانت في دماغي ان انا مثلا اعمل حتى اصلا البودكاست ده، انه اكيد في كلمة او في حاجة من اللي بقولها هتفيد شخص ما بطريقة معينة. يعني حتى لو طلبتوا انتوا مني اتكلم في حاجة معينة ما عنديش مشكلة اتكلم، ممكن اعمل انترفيو مع حد نتكلم في حاجة معينة. نفسي اكون يعني بغير لحد تفكيره او حياته، او بشجعه انه يعمل اللي هو اصلا عايزه، مش انا اللي بفرض رأيي عليه، انه يعمل حاجة اللي هو حاببها اللي هو عايز يعملها. الاشخاص دي بجد بيبقى ليها قيمة في حياتنا مش طبيعية. مش بعمل ده علشان تحطني في قيمة قوية، لا خالص، مش عايز، ومش عايز شكرا ومش عايز اي حاجة، بس ما يمكن اشجعك بس ان انت تكمل في التفكير اللي انت بتعمله. غلط صح ماليش دعوة، انت عايز تعمل ده، انت حاسب الريسك بتاعك، انت حاسب انت عايز تعمل ايه، هتبقى فرحان وانت بتعمل ده، هتبقى فرحان برضو انك بتقع وانت بتعمله وبترجع تحاول تاني او تغير فكرتك او تغير طريقك. تمام. طيب خلوني بقى بعد الرأي طبعا كتير ده كله اكلمكم عن الشخص بجد اللي انا عايز احكي عليه اصلا النهاردة، اللي مؤثر في حياتي في هذه الفترة. الشخص ده هو بنت، او ممكن نقول حد اكبر مني. فعلا الفترة اللي فاتت ممكن يكون الدنيا كانت ملخبطة عندي شوية في كذا حاجة كنت بفكر فيها. طالع من السنة اللي فاتت 2024 دي كانت سنة تقيلة جدا جدا عليا في الشغل. طبعا ما كنتش مركز الدنيا شوية، كان في مشاكل في أول السنة، الدنيا خلاص اتظبطت بقت أحسن كتير. بس الشخص بقى ده حقيقي أنا ممكن يعني طبعا مش بشوفه كل يوم، مش بتكلم معاه كل يوم، مش من قرايبي مش من أصحابي، بس مجرد ما شفته بقعد معاه بس مثلا نص ساعة مثلا، ببقى محطم والدنيا بايظة وسامع كلام من الناس اللي حواليا زي الزفت. هتيجي تقول لي ليه بتسمع أصلا كلام اللي حواليك؟ تمام، بوينت جميلة جدا، بس معلش هو أنت بني آدم فأكيد هتتأثر باللي حواليك، بالذات إن اللي حواليك دول يكونوا أهلك يكونوا أصحابك القريبين وبيقولوا لك اللي أنت بتعمله ده غلط، ما ينفعش، أنت إزاي بتفكر كده، لأ مش عارف إيه. تمام، على راسي، بس أنا عايز أعمل ده، ليه ما تشجعنيش أعمل اللي أنا بحبه؟ ليه؟ فالمهم نرجع لصاحبتنا النهاردة دي اللي مأثرة في حياتي فعلا. قعدت اتكلمت معاها أنا عندي وأصلي مش عارف مين قال لي ومش عارف مين قال لي. فضلت حرفيا تسمع للآخر بدون ما عارف يعني تسأل أي سؤال أو تقاطعني أو تعمل أي حاجة. بعد ما خلصت وبقى خلاص مفيش على لساني كلام تاني وعمال أفكر في مليون حاجة، قالت لي أنت ليه بتسمعهم؟ ليه مدي ودانك للناس دي حتى لو كانوا القريبين منك؟ ليه بتسمع منهم الوحش؟ وحكيت لي موقف حصل معاها مع حد من قريبها انه كان بينتقدها في حاجة معينة، فقالت له بكل بساطة تمام انا عارفة ان ده غلط، صلي لي اكيد هتحسن واكيد هبقى احسن. يا جماعة هي قالت كلمة تكاد تكون بسيطة جدا بس قفلت الموضوع كله
ما سابتش الشخص ده يضايقها بكلام ممكن يوجعها وممكن تفضل تفكر فيه ويحبطها، وكملت حياتها عادي ولا كأن في أي حاجة ولا كأنها سمعت. ممكن يكون موقف صغير ممكن أنا أعمله عادي، بس أنا ما عملتوش، أنا مش عارف أعمله. أنا كان كل اللي حواليا كل واحد سوري بيهوهو في دماغي. خلاص كفاية يا جماعة، كل واحد يهوهو في الحتة بتاعته، كل واحد عنده مشاكل. شو أنا مشكلتي اللي انتوا بصيتوا لها بالمنظر ده؟ عادي. في ناس طبعا أنا متأكد إنهم خايفين عليا، في ناس هيبقوا أصلا هممهم فعلا مصلحتك جدا وحاسين إن أنت بتنط بالبلكونة مش بتاخد قرار. تمام، مفيش مشكلة. بس عارف بقى هي عملت إيه بعد ما حكيت لي الموقف ده؟ قالت لي ما تسمعش، قول كلمة توقف اللي بيضايقك ده عنه، تقفله كده، توقفه خالص. مش حاجة جرحته، مش حاجة ضايقته. صلي لي هبقى كويس، هبقى كويسة. صلي لي أنجح في الهباب اللي أنا بهببه لو أنت بالنسبة لك هباب. كلها كلمات بسيطة أثرت فيا جدا. وبعدين المشكلة أنا كنت بحكي لها عنها، قالت لي بص أنا أعرف مش عارف مين فين بيعمل إيه، هكلمها لك، وأعرف مين تاني ده قريبنا بيعمل إيه، هكلمه لك. وحقيقي وإحنا قاعدين كلمت الأشخاص دول علشان يساعدوني، والأشخاص دول ساعدوني كأنهم بيساعدوها هي. هو ده حقيقي بجد. انت مش مضطرة تعملي كده خالص، انت مش مضطرة ان انت تخلي حياتي احلى بفعلا 3-4 جمل في نص ساعة ممكن نرغيهم مع بعض وتقولي لي تمام كل واحد يروح في حياته خلاص الموضوع خلص. لا، هي ساعدتني كمان. معرفش انا لحد النهاردة حقيقي انا مش عارف هي مقتنعة باللي انا بعمله ولا مش مقتنعة، بس كان كلامها انه جرب، اعمل اللي انت عايزه ده، ما يمكن تبقى الدنيا احسن، يمكن ده سبب من اسباب نجاحك ان انت تكون في الحتة دي. بس محدش شايف حاجة غير اللي انت شايفه، اللي انت عايزه، اللي انت بتخطط له. انت اكيد مخطط له، اكيد عارف الريسك، اكيد عارف قد ايه انت ممكن تتوجع وممكن الدنيا تنهار لو عملت حاجة زي دي وكملتها لاخرها. بس انت عايز تجرب، انت مبسوط بالتجربة، انت عايز تعمل ده، انت مبسوط ان انت اصلا بتاخد الخطوات. الرحلة نفسها، الرحلة يا جماعة ممكن تكون اكتر من 50% من النجاح او من الحاجة اللي انت مبسوط فيها. انت ممكن تمشي الطريق كله والدنيا ماشية معاك والدنيا جميلة وعمال تخطط وتروح وتيجي وتتعب، وفي الاخر النتيجة ما تبقاش زي ما انت عايز. بس ممكن النتيجة اللي في الاخر تيجي زي ما ربنا شايفك هتكون فين ونجاحك هيبقى شكله ايه. فحتى لو اصلا الدنيا انهارت من اللي انت بتعمله، انت دايما كنت مبسوط في الرحلة بتاعتك. انت وصلت علشان او نجحت او عملت اي حاجة انت اصلا عايزها علشان انت اصلا كنت مبسوط في الرحلة، انت اصلا كنت حاسب مخاطرك في الرحلة، انت ضحيت بحاجات كتيرة في رحلتك اللي انت عايزها، في النجاح اللي انت عايزه، في السفر لو انت عايز تسافر. يا عم عايز تشتغل مغني اشتغل، انت عايز تشتغل ممثل اشتغل ممثل، عايز تغني راب غني راب، عايز تعمل يوتيوب، عايز تعمل بودكاست اعمل بودكاست، امشي في اللي انت عايز تعمله. انا حقيقي الشخص ده حقيقي انا بحترمه جدا. مش لازم نقول انه سنه كبير او سنه صغير او راجل او بنت. حقيقي في حياتي ناس زي كده كتير، بس ممكن مش فاكر، واللي فاكره هو بس الشخص اللي كان اقرب حد منه فترة قريبة يعني هو اللي مأثر فيا. فلو عندك حد في حياتك بالمنظر ده افضل ماسك فيه حقيقي، روح اتكلم معاه اصلا وانت حتى ما عندكش اي حاجة، اتكلم معاه في المطلق، حاول تبقى زيه، حاول تبقى انت برضو الشخص البوزيتيف للناس اللي حواليك، شجعهم يعملوا اللي هم عايزينه، وقف جنبهم. لو وقع ما تقولوش مش انا قلت لك اللي انت، لا تمام انت وقعت، محتاجني اساعدك ازاي، عايزني اعمل معاك ايه، انا اعرف حد ممكن يساعدك في كذا، انا ممكن انا اساعدك في كذا، ممكن يعني اديله هايلايت، اديله نور
على الحاجة اللي هو مش شايفها ممكن تكون أثرت في إن هو يفشل. مش قادر أقول أي حاجة تاني في الموضوع. بس بجد أنا فرحان جدا إن أنا اتكلمت عن ده، ونفسي فعلا أكون الشخص البوزيتيف ده للي حواليا. يعني يا رب أكون هذا الشخص بالنسبة للي حواليا، يكونوا بيتأثروا باللي أنا بقوله، يكونوا بيبقوا مبسوطين إن هما بييجوا يتكلموا معايا. بس في النهاية أقول لكم باي باي، ومعاكم كان باتريك في باتستوك.